نشارك اخواننا داخل طنطا بفرحهم، نشاركهم بافراحهم. وهذا جناح الامارات. وهذا انا اعمل الدخون يتكون من العود ومن المسج ومن العطر، ونحطه مع بعض ونعجنه مع بعض، نخلطه بعدين نقرصه ونحطه. يستعملونه حق العرايس، يستعملونه حق البيت، حق الملابس، حق الضيوف يوم يجونك الضيوف تدخنهم، يعني حق كل شيء يستعمل، حق الريحة الحلوة يعني في البيت. من المسج والعود والعطر نعمله مع بعض ونخلطه، ونصب عليه العطر ونحط عليه المسج ونحط العود ونخلطه مع بعض ونعجنه شكل عجنة العجينة، بعدين نعدله نرتبه داخل العلب. هذا يا طويل العمر الخوص، نحن نقول عليه هذا من سعف النخيل. ناخذ سعف النخيل ونيبسه وبعدين ننظفه ونشرخه مثل ما تشوف، ونسوي منه نصبغه في نوع، نحط له الوان. شوف كيف نلونه. هذه مكشه، وهذه اعطوني مهفه ونسوي منه. شوف هذا كذي نسويه الحين انا اشتغل. شوف كيف نجدله تجديد مهفة. شوف كيف جميل. أول ما في اي سي، هذا اي سينا ما في كهرباء، نسوي منه المهفة، نسوي منه السفرة حق الطعام، فراش حق البيت، سجادة للصلاة، متشبه غطاء حق الأكل والطعام عن الحشرات ونسوي منه حق النار بعد. شوف هذا يوم يحطون الحطب حق النار. قبل زمن أول ما في أدوات، من النخيل، من الصوف، من اللي تحصل الإيد، من الجلد، كل حد يسوي شيء. وهاي الحرفة الله يرحمه أبونا زايد وأمنا فاطمة وصوا عليها. حياة زايد قال لا تخلون مهنة المرأة تتدثر، يعني الحرب ما عندها شغلة وتعرفها تشتغلها، فسووا لنا اتحاد النسائي. ترأسنا الشيخة فاطمة أم محمد بن زايد الله يطول بعمره، هي رئيستنا. ووصوا حطوا ما شاء الله، وظفوا ناس وما شاء الله اللي ما تعرف تتعلم. هاي نشارك اخواننا واهلنا المغرب، هذه دولتنا الثانية. بارك الله فيك. وبين الامارات والمغرب ما شي فرق. اكيد اكيد. نحن وياهم اخوان، والله يطول بعمر الملك ويطول بعمر رئيسنا ويحفظ الشعبين، دولة الامارات والمغرب.